يا مساء الفل، يا مساء السعادة على احلى اصحاب واحلى اخوات واحلى عيله. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. عملت لنا النهارده ايه؟ يوميات سحر. عملت لكم صينيه فراخ بالتقليه تحفه، الطعم لذيذ والريحه مش قادره اقول لك عليه. جميل جدا جدا، اتمنى ان انت تعمليها لان فعلا هتعجبك. بصوا الشكل جميل جدا يفتح النفس. عاوزه تشوفوا الجمال ده والحلاوه دي اتعملت ازاي؟ يلا تخشي تتفرجي على الفيديو كامل وقولي لي ايه رايك فيه. يلا بينا نخش نشوف الحلاوه دي والجمال ده اتعمل ازاي. حبايبي الحلوين، نعمل مع بعض احلى صينيه فراخ جميله جدا. انا حطيت الميه بتاعتي غليت، هبتدي احط الفراخ بتاعتي منضفاها حلوه قوي. تمام كده، حطيت الفراخ بتاعتي. خليكي بس ماشيه معايا، هتاكلي احلى صينيه فراخ بالصلصه جميله قوي قوي قوي. كده حطينا الفراخ، هتحطي ايه تاني يا سحر؟ احط ورق لورا، طماطم، بصل. ايه تاني يا سحر؟ احط كمان فلفل اسود والملح بتاعنا، ونشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. بس خليكي معايا واوعي تروحي في اي حته، اكلتنا النهارده جميله جدا. حبايب قلبي، انا حطيت حته سمنه كده حلوه كده، وقطعت البصل بتاعي بصلتين كده حلوين كده. طريقتنا جميله جدا بجد تحفه. وهحط كمان فصين توم بيخلي الطعم والريحه مش قادر اقولك عليها. هحط كمان شويه فلفل اسود، وهحط كمان شويه ملح، وهحط شويه بهارات فراخ. تمام كده، تمام كده، جميله جدا تحفه بجد. وحشتوني قوي 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 يا احلى اصحاب، ومتشكره على كل واحد سال عليا وقال لي فينك يا صح. متشكره ليكم، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. تمام كده، اوعي تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلو زي كده. انا اتاخرت لان الصراحه التفاعل وحش أوي على القناه، ونفسي تسدد بجد، نفسي تسدد بجد. يعني كمان اللي عاوز يشتريها انا تحت امره يتواصل معايا ويشتريها، لان بجد انا مفيش حاجه فيها خالص جايبه اي نتيجه، تعب على الفاضي. ما علينا، خلاص كده احنا قطعنا البصل بتاعنا، وهنسيبه كده اهوت ياخد ويدي كده اهوت بشكل ودي مع التوابل. احلى صينيه فراخ هتعمليها جميله جدا. خليكي بس معايا وهتاكلي احلى صينيه فراخ. حبايب قلبي، انا البصله بتاعتي كده حمرت. هخليكي تعملي صينيه فراخ تحفه بجد، ومش هتاخد منك اي وقت، وكله في صينيه واحده، ولا هتوسخي حاجه ولا اي حاجه. كلنا عارفين ان احنا عندنا مدارس وبنبقى عاوزين نعمل اكل حلو وخفيف والطعم لذيذ، بس ما ناخدش فيه اي وقت. انا حمرت لك البصله اهي تحفه بجد، هتشمي الريحه وهتاكلي احلى صينيه جميله قوي 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 بجد. انا كده حمرت البصله بتاعتي. تمام كده، تمام يا سحر. اوعي تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلو زي كده يا عسليه. حمرت البصله بتاعتي، وهجيب كمان الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الطماطم بتاعتي. الله الله يا سحر على الريحه، تحفه بجد. تعملي ايه تاني يا سحر؟ هقول لك اعمل ايه تاني. انا هحط الملح بتاعي. تمام كده، وهحط كمان شويه فلفل. ما احنا حطينا يا سحر، احنا حطينا عشان نطعم البصله بتاعتنا. تمام كده، تمام كده. هتحطي ايه تاني يا سحر؟ هحط كمان، خليكم معايا اوعي تروحي في اي حته، اكلتنا النهارده تحفه. هحطيت كمان شويه بهارات، نص معلقه سكر صغيره، وكل ده هقلبه واسيبها كده تاخد وتدي بشكل ودي كده لغايه ما تتسبك معانا. تمام كده، تمام كده. احنا كل ده والفراخ بتاعتنا ما استوتش، لان كل اكلنا مع بعض كله مش هياخد معاكي نص ساعه يا جميل. حبايب قلبي، انا التقليه بتاعتي ما شاء الله اتسبكت، والفراخ عملتها كمان 3/4 سوا. تمام كده، ما تسوهاش قوي. هنعمل ايه تاني يا سحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى كوبستين شوربه كده، ناخد كده الوش كده الحلو ده، ونعمل كمان
شوية رز عليه، يا سيدي يا سيدي يا سهر على الأكلة دي، هتبقى جميلة كمان مع شوية ملوخية. أنا عملت معاكم رز كذا مرة، فأنا هعمل رز عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. هبتدي بقى اخد الفراخ بتاعتي كلها كده، حوش الورق اللورة دي، وهسقط كل ده في التقلية. الله الله يسهر على الأكلة بتاعتك، فعلا جميلة ولذيذة، والطعم خرافة. عاوزاك تدوقيها كده وتقولي لي فعلا يا سحر جميلة جدا. طريقتها زي طريقة اللحمة بالظبط، بس بدل ما نحط لحمة لا هنحط فراخ، تمشي معانا دبابيس، تمشي معانا وراك، تمشي فراخ كده صغيرة كده. بس المهم ان انتي تقطعيها الحجم اللي انا مقطعاه ده، تمام كده. واخليها تاخد وتدي كده بشكل ودي مع بعض، واقلبها برضو الناحية التانية عشان خاطر الفراخ بتاعتنا تتطعم من كل ناحية. تمام كده، تمام يا سحر. هغطيها بقى كده ومع نفسها، وبعد كده اما اجي اقلبها هنشوفها مع بعض لتاني مرة. حبايب قلبي، ابتدي بقى اقلب فراخي الناحية التانية عشان تبقى هي شربت من التقلية بتاعتنا. حلوة قوي كده، تاخد غلوة كمان واحطها بقى على الشواية عشان خاطر تبقى شكلها حلو كده وانتي بتاكليها. زي ما احنا اتفقنا العين بتاكل قبل البق، تمام كده. تغلي غلوة واحطها بقى على الشواية. قبل ما احطها يا بنات هاخد كده واحط، قبل ما احط على الشواية هاخد كده من التقلية واحط على الفراخ كده عشان خاطر تبقى الفراخ عندنا شكلها حلو. تمام كده، تمام كده. حبايب قلبي، ايه رايكم؟ جميل جدا جدا والشكل تحفه والريحه مش قادره اقول لكم عليها، حلوه قوي قوي. اتمنى ان انت تعمليها لانها تعجبك قوي قوي بجد. انا كده وصفتي خلصت، واقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.